السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى يا حبايب قلبي معانا فيديو بجد جميل جدا، حلو قوي قوي قوي. رحت السوق جبت خضرة كده زي ما انتوا شايفين، وجبت سمك بوري. إيه يعني اكتر من كيلو 400 دول. وجبت طماطم وجبت خيار، وقلت بقى اكلهم سمك بقى النهارده. خليكم بقى معانا، اللي اول مره في حياتها تشوي سمك زي كده تتفرج على الفيديو وتشوف انا هشوي السمك ازاي وتعمل زيي. متضحكوش عليا يا جماعه، عشان فعلا والله العظيم انا اول مره اشوي سمك في حياتي. يعني انا دايما بنشوي السمك بره، وبنقلي السمك في البيت ممكن او بره او كده، لكن اول مره في حياتي اشويه. فانا يعني انا بصراحه عشان الحلفان انا جربت اشويه قبل كده، فبصراحه ما عرفتش يعني ما جاش معايا حلو وكده. عشان اول حاجه تعمليها في شوي السمك، اول خطوه بتعمليها بتسخني الحاجه اللي انت هتشوي عليها، سواء في الفرن سواء صاجه فوق البوتاجاز، زي ما انت عايزه. سخنت بقى كده الصاجة زي ما انتوا شايفين كده، دي فوق البوتاجاز يا جماعة. سخنتها حلوة قوي قوي. وطبعا تختبريها بشوية رده كده اتحرقوا منك، يبقى خلاص الطاسة بتاعتك او الحاجة اللي انت هتشوي عليها، الصاجة بتاعتك او الحاجة اللي انت هتشوي عليها خلاص كده جاهزة بقى للشوي. ورحت بغسلة السمك غسلة زي الفل كده، ومن جوه ومن بره النخشوش بتاعه وصلته حلوة قوي. ورحت بقى عاملاه بالردة، طبعا ردة خشنة بتاعة السمك. وقلت بقى يلا والصلاة على النبي كده. صلوا بينا على النبي كده حبايب قلبي. ورحت بقى حاطه بقى على الصاجه زي ما انتوا شايفين كده. ده فوق البوتاجاز والله، مش جوه البوتاجاز خالص. اهم حاجه قلت لكم اللي بيشوي السمك لاول مره زيي، اهم حاجه تسخني الصاجه بتاعتك اللي انت هتعمليه عليها السمك حلو قوي قوي عشان ما تلزقش معاكي. بصوا بقى بجد السمك كان تحفة وجميل جدا جدا، هتشوفوا دلوقتي بعد ما قلبته بقى بجد كان روعة روعة روعة. وعايزة اشتكلكوا كده بالمناسبة من خالتي، كانت عندنا يا جماعة بقالها كام يوم. تمام. فانا قعدت معاهم مش عارفة يوم او يومين، وبعدين رحت الشقة عندي كنت موصية الراجل على شباك فاتصل بيا وقال لي انا عامله بقالي كام يوم وما ينفعش وكده. رحت قلت اما اروح اركب الشباك واجيلهم اقعد بقى معاها شوية كده عشان برضو وحشاني وكده. ينفع يا جماعة اروح اركب الشباك واجي الاقيها مشيت؟ ينفع؟ لا والله العظيم بجد انا زعلانة. بس ان شاء الله يعني خدها في غيرها باذن الله. وهي وعدتني ان هي هتيجي تاني ان شاء الله. فانا مستنياها. ونقعد مع بعض كده وان شاء الله يعني على خير يا رب. بصوا بقى، انا طبعا انت لما بتحطي السمك بتحطيه على الظهر، على الجنب ده والجنب ده، وبعدين بتحطيه على البطن شويه وعلى الظهر شويه. بصوا بقى الخلطة اللي طبعا بطلع السمك بحطها فيه ليمون. وكانت خالتي جايبالنا توم كده، كانت عاملاه مجهزاه، وفلفل حامي وفلفل بارد وكده. ورحت ضربهم لك بقى في الخلاط يا حبايب قلبي. وكده بقلب معاكم السمك، تقعدي بقى تقلبيه بقى زي ما انت شايفة كده. بس مش برضو ما تهرهوش معاكي في التقليب كتير. يعني انت الظهر ده لقيتيه اتشوى حلو قوي وكده واسمر معاكي وبقى حلو، تروحي قلبها على الظهر التاني. الظهر التاني اتشوى حلو، تروحي قلبها على الظهر، وشوية على البطن. بصي تفضلي تقلبي فيها كده، مش يعني وبال- بواحدة واحدة كده، عشان السمك البوري ده يا حبايبي يعني من اقل حاجة فهماني طري جدا يعني. بس بجد يعني نتيجة حلوة ونتيجة مبهرة بجد، عجبتني جدا والله العظيم يا حبايبي. اول مرة اشويه وطلع بالجمال والحلاوة دي. بجد الواحد مبسوط جدا، ومش هشوي سمك تاني بره. لما اكون بقى صراحة مستعجلة قوي يعني هشويه بره، لكن مش مستعجلة هروح جايبة السمك وشويه في البيت. بجد والله العظيم حلوة قوي قوي يعني. يعني مكنتش متوقعة النتيجة الجميلة دي. لا بجد تحفة تحفة تحفة.
ما اقولكمش بقى على الريحه اللي ملت الشقه بقى، سمك بقى مشوي بقى وايه، الجمال والطعامه والحلاوه. وشكرا على كل حد بيعمل لي تعليق بيسعد بقلبي، ربنا يا رب يفرحكم ويسعد قلوبكم زي ما بتسعدوا قلبي يا رب. بصوا طلعت السمك اهوت وبحط الدقه، اول 3 طلعوا بسم الله ما شاء الله والله العظيم جمال وحلوين جدا جدا. بتحط الدقه كده، ما تحطيش ميه كتير وانتي بتضربي الخلطه دي في الخلاط. بجد بحب لايكاتكم وبحب وجودكم في قناتي المتواضعة، بجد انا يعني بتبسط جدا بتعليقاتكم الجميلة. لو حد واحد او واحدة بتعمل لي تعليق واحد بجد بتفرح قلبي، وربنا يا رب يفرحكم ويكبر بخاطركم زي ما بتفرحوني وبتكبروا بخاطري. ان شاء الله هنستمر، ان شاء الله هنبقى مع بعض، ان شاء الله هنكبر باذن الله معاكم ومعايا باذن الله بايد واحده، هنكبر ان شاء الله. خلي عندنا امل كده، الامل في ربنا وحده. لو ربنا كاتب لي خير في القناه دي هتكبر وتنجح باذن الله، وانا راضيه يعني بقضاء ربنا في اي شيء، وسايباها على الله، وباذن الله نكبر بكم باذن الله. بصوا بقى السمك، الله 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 الله، يا تفاحة والله العظيم بجد تحفة. مسكت لكم بقى معلقتين بقى وقاعدة اقلب بهم، انا هعمل ايه يا جماعة؟ الجيش بيقول لك اتصرف. بصوا بقى، الجيش بقى يا حبايبي بيقول لك اتصرف، فانا اتعودت ان انا اتصرف يعني. زي بصوا يا جماعة، اول مرة عملت فيها رز، اقول لك اول مره عملت فيها رز، الرز من النص كده كان ني شويه ومن الحوافي كان مستوي، فانا اعمل ايه محدش قال لي حاجه ومش عارفه اعمل ايه، وكان عندنا ضيوف، كان عندنا ساعتها خالته ام تامر وتامر ومراته، يعني كان عندنا جماعه كده، كنا عاملين سمك وكنت عامله رز ببصله، واول مره في حياتي كنت اعمله. فالمهم رحت بقى ايه، جايه بقى من النص كده حتى شويه ميه صغيرين ومحدش قال لي ولا حاجه، ورحت حط عليهم رغيف، ورحت ايه كمران بالرغيف كده وبالغطا، وعلى نار هاديه لحد ما استووا بقى زي الفل. فايه دايما كده خليكي يعني ايه ناضجه في ايه اللي انت ايه تتصرفي، ضيوف عندك ضيوف او ما عندكيش تعالجي الاكل، تعالجي اللي في ايدك. بصوا بقى هنا انا كنت على فكره كنت هنا عند الحاجه يعني، بصوا والله العظيم ما اقولكمش على جماله وطعامته وحاجه حلوه قوي قوي قوي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.